أهلا بيكم في قناة فيلميزو. فيلمنا بيبدأ في بيت قديم بيبقى فيه عيلة اشترته ولسه بينقلوا فيه، وبتكون كيرا الأم مبسوطة إنها أخيراً ينقلوا للبيت، على العكس بنتها إيلي اللي بتبقى مش طايقة البيت لأن شكله قديم ومريب. وبتحاول كيرا إنها تهون عليها بأي شكل وتوريها أي حاجة في البيت تفرحها، لكن إيلي بتفضل متضايقة ومش طايقة البيت، وبتسخر من اللوحات القديمة المعلقة قدامها. وبيكون أخوها ستيف مبسوط إنه هيبقى عنده أوضة لوحده في البيت، وبتروح ناحية قبو البيت، وبيكون براين والدها بيفرجوا على البدروم، وبعد ما بيخرج منه الباب بيقفل وراه، وبتصرخ إيلي وبتقول لهم يطلعوها فوراً لأنها خايفة. وبيحاولوا كلهم يفتحوا الباب، بس الأكرة بتاعت الباب بتبقى معلقة، وبيستخدم براين المفتاح وبيفتح الباب، وإيلي بتبقى مرعوبة وبتجري على أوضتها، وبتروح لها كيرا علشان تطلب منها تخلي بالها من أخوها النهاردة، لأنهم محتاجين يروحوا الشغل يشوفوا حاجة مهمة وهيبقوا يرجعوا لها تاني. فبتتضايق لأنها مضطرة تقعد لوحدها في البيت في أول ليلة ليها. وبيجي الليل وبتكون إيلي قاعدة لوحدها في البيت مع أخوها اللي بيحاول يرعبها بأي طريقة، وبيظهر قدامها بقناع غريب على شكل جمجمة خروف، وبعد ما بتزعقله بتسأله لقى القناع ده فين، فبياخدها المكان جوه الحيطة زي دولاب فيه حاجات غريبة، وبيقول لها إن صاحبه قاله إن البيت ده كان بتاع ساحرة عملت اتفاق مع الشيطان في الجحيم، وجوه الدولاب بيلاقوا جرامافون فبيشغلوه وبتشتغل عليه اسطوانة بيكون فيها صوت حد بيتكلم باللاتيني وبيعد أرقام ومعادلات مش مفهومة. فبتفصل إيلي الجرامافون بسرعة وبتطلب من أخوها يطلع ينام فوراً. بعد كده بتقعد تتفرج على التلفزيون لحد ما أهلها بيرجعوا من الشغل، وفجأة النور بيقطع عن البيت كله، فبتتصدم وبتقول إنها خلاص مش قادرة تستحمل البيت ده وعايزة تمشي. فكيرا بتحاول تهديها وبتقول لها تنزل تشوف كابينة الكهرباء اللي في البدروم، لأن ممكن السكينة نازلة، وتخلي بالها عشان ستيف لو صحي ولقى الدنيا ضلمة هيتخض. السلم بتاع البدروم فيه 10 درجات، وإيلي بتنزل وهي على التليفون مع أمها، بس وهي بتنزل بتعد السلالم وبتعدي رقم 10 وبتفضل تعد لحد ما توصل ل30، وبعدين الخط بيقطع فجأة. كيرا بتستغرب جدا وبتخاف وبتجري هي وجوزها راجعين على البيت، وبيفتحوا باب البدروم بس مش بيلاقوا إيلي في أي حتة، لا في البدروم ولا في البيت كله، وبيبلغوا الشرطة واللي بتقول لهم إن اختفاء المراهقين ده بيحصل كتير، وغالباً بيظهروا بعد كده عند أصحابهم أو أي مكان تاني. بس كيرا ما بتقتنعش وبتوزع منشورات عن اختفاء بنتها، وبتروح تسأل في القسم، لكن المحقق بيقول لها إنهم مش لاقيين أي أثر ليها، وإن بنتها كانت بتتعرض لتنمر من زمايلها على السوشيال ميديا ويمكن انتحرت. بس كيرا بترجع البيت وبتسأل ابنها عن آخر حاجة حصلت، فبيقول لها إنهم كانوا مشغلين الجرامافون وده آخر حاجة عملوها. وبتاخد كيرا كشاف أشعة فوق بنفسجية وبتنزل البدروم تاني، وبتبدأ تدور في الأرضيات والحيطان، وبتلاقي علامات غريبة بتلمع تحت الأشعة على شكل طلاسم ورسومات شيطانية كأنها معادلة رياضية. وكيرا بتكمل بتدور في البدروم بالكشاف اللي بيشتغل بالأشعة البنفسجية لحد ما بتلاقي رسومات مرعبة لشخصيات شكلها مخيف، فبتبلغ الشرطة. المحقق بيجي وبيقول لها إن الرسومات دي ممكن أي حد يكون رسمها، وبيسألهم لو يعرفوا أي حاجة عن تاريخ البيت. فإبراهيم بيقول إنه اشترى البيت من مزاد، وصاحبة البيت القديمة كانت عايزة تبيعه بسرعة علشان مصاريف دار المسنين. المحقق بيخلص شغله وبيقول لهم لو في جديد هيكلمهم، وكيرا بتحس إنها السبب في اللي حصل لبنتها عشان نزلت البدروم، فما بتقدرش تنام وبتقعد في الحمام وبتشغل موبايل بنتها علشان تسمع صوتها من الرد الآلي. وفجأة بتسمع صوت بنتها بتعد درجات السلم، والصوت جاي من مواسير البيت اللي نهايتها في البدروم، فبتنزل كيرا عشان تعرف مصدر الصوت. قبل ما تفتح النور بتلاقي كورة صغيرة تحت رجليها، بتخبط فيها بالغلط فالكورة بتنزل على السلم، وبتفضل كيرا تسمع صوتها وهي نازلة كأن السلم ملوش آخر. بتقضي الليل كله صاحية بتحاول تفهم المعادلة اللي على الأرض ومعاني الرموز اللي على أبواب البيت،
بس مش بتوصل لحاجة تساعدها تفهم اختفاء بنتها. بتتصل بالشخص اللي اشترت منه البيت في المزاد وبيبلغها إن البيت كان تابع لبنت دكتور أكاديمي معروف، ووعدها يحاول يجيب معلومات عنها لأن كل التعامل كان مع المحامي. كيرا بتصور الرموز اللي على الأبواب وبتوديها لزميلتها في الشغل يمكن تساعدها، وفعلا زميلتها بتقول إن الرموز دي عبرية وكل رمز لوحده ملوش معنى، بس لما بيتجمعوا بيكونوا اسم مخلوق بحري من أساطير يهودية. كيرا بتروح البيت علشان تقرأ عن المخلوق ده وبتفكر تشغل الجراموفون علشان تسمع الأسطوانة. في الوقت ده ستيف قاعد في أوضته بيلعب، فجأة بيقوم وبيبدأ يعد وبيروح ناحية الدولاب اللي في الحيطة واللي بابه بيتفتح لوحده. كيرا بتجري عليه وبيبان عليه إنه كان زي في غيبوبة، بيقول لها إنه ما كانش قصده يعد، هو كان بيلعب عادي. كيرا بترجع تكمل بحثها وبتكتب اسم صاحبة البيت على جوجل، فبتلاقي خبر عن اختفاء عيلة كاملة بدون أي أثر. بتفضل تدور لحد ما النور بيقطع فجأة وبتسمع صوت ابنها بيصرخ إنه اتحبس جوه البدروم ومش عارف يفتح الباب. ولما بتحاول تفتح الباب بتلاقي المفتاح اختفى، ولما بتبص من فتحة المفتاح بتلاقي حاجة غريبة بتبصلها، وفجأة بتلاقي ابنها وراها بيسألها هي بتكلم مين. وفجأة الباب بيتفتح لوحده، فبتنزل تشوف لو في حد جوه، بس الباب بيتقفل عليها وابنها بيحاول يفتحه من بره وهي بتحاول من جوه. فجأة الموبايل بتاعها بيقع ويختفي وبتحس إن في حد قرب منها، فبتصرخ لابنها إنه يفتح الباب بسرعة. إبراهيم بيرجع من الشغل وبيجري على الباب وبيقدر يفتحه ويخرج كيرا. بعد ما بيناموا براين بيسألها عن اللي حصل، فبتحكي له إنها اتحبست في البدروم وموبايلها وقع منها واختفى، وإن في حاجة غريبة في البيت، وإن العيلة اللي كانت ساكنة قبليهم اختفت بالكامل ما عدا بنتها. بس براين مش بيصدقها وبيقرر ينزل يدور على موبايلها في البدروم، وبيلاقي كتلة شعر قدامه وبيحس إن في حركة وراه، بس لما بيبص ما بيلاقيش حاجة. في اليوم اللي بعده كيرا بتروح الكلية اللي كان بيشتغل فيها الدكتور جون وبتسأل على دكتور ريمي زميله، ولما بتقابله بتوليه المعادلة اللي كانت محفورة على الأرض وبتسأله عن جون. بيقول لها إنها غالباً اشترت البيت من بنته روز لأنها الوحيدة اللي فضلت بعد اختفاء عيلتها، وبيوضح لها إن المعادلة دي معقدة جداً وبتشير لبعد خفي موجود في الواقع، بس مش مفهوم إذا كان بعد واحد ولا أبعاد كتير. ريمون بيطلب منها تسيب له المعادلة ولو وصل لحاجة هيتواصل معاها. كيرا بترجع البيت وبتلاقي ابنها ستيف بيلعب بالطيارة بتاعته، ولما بتركب خطها على موبايل جديد بتلاقي إن الدكتور ريموند اتصل بيها كذا مرة، فبتكلمه وبيقول لها انتي ليه كنتي بتردي وبتعدي أرقام وتقفلي؟ فبتقوله إن الموبايل ضاع والخط ما كانش شغال أصلاً. بيقول لها إن المعادلة مش كاملة ومش هيعرف يساعدها بحاجة، بس اللي قدر يوصله إن نفس المعادلة كانت محفورة في بيت في بلجيكا، وبرضه في عيلة كاملة اختفت من غير أي أثر. كيرا بتحاول تشرح كل اللي وصلت له لجوزها، بس براين بيفتكر إنها اتجننت لأن كلامها مش مترتب. وفي نفس الوقت ستيف بيكون قاعد لوحده في أوضته، وفجأة بيسمع صوت جاي من الدولاب، ولما بيبص بيشوف كائن مشوه فبيصرخ. أهله بيدخلوا عليه ولما بيسألوه بيقولهم إنه شاف حاجة في الدولاب، وبراين بيفتح الدولاب عشان يتأكد وبيلاقي موبايل بنته المفقود واقع على الأرض. ساعتها براين بيصدق كيرا وبيقرروا يدوروا على روز بنت مالك البيت القديم. كيرا بتوصل لعنوان دار المسنين اللي روز فيه وبتقابلها وبتحكي لها كل اللي حصل لعيلتها. روز بتقول لها اسم المخلوق البحري اللي بيتكون من تجميع الرموز في البيت، وبتقول إن ده اسم واحد من أمراء الجحيم السبعة. والدها جون جابه من الأساطير عشان كان فاكر إنه هيعالج أخوها المريض، لكن حصلت حاجة غلط وكل العيلة اختفوا من ساعتها، وإن الجحيم مش موجود في البدروم بس، ده في كل البيت. كيرا بتجري على البيت بسرعة عشان تطمن على ابنها وجوزها، ولما بتوصل براين بيقول لها إنه قدر يفهم الرموز، وطلعت إن البيت ده معمول علشان يكون بوابة للجحيم، وجون كان بيحاول يتواصل مع الشيطان. ستيف في الوقت ده بيفقد السيطرة على طيارته وبتطير نازلة ناحية البدروم، وبتقف على الأرضية اللي هناك، فبينزل ياخدها وبيحس إن في حد واقف جنبه، وفجأة بيصرخ وباب البدروم بيتقفل عليه. كيرا وبراين بينزلوا يدوروا عليه بس مش بيلاقوه في أي مكان، وبيختفي من البيت كله. بعد شوية بيسمعوا صوته بيعد أرقام وبيوصل لحد 44، ولما بيلاقوه أخيراً بيبقى واقف قدام دولابه وجسمه سخن جداً ومش فاكر أي حاجة. كيرا بتحاول تقلعه هدومه
وبتلاقي على جسمه مرسوم رمز الشيطان، وفجأة جسمه بيتشنج قدامها، وبتبدأ تحس بحركة غريبة في البيت، وبتلاقي جوزها كمان مشلول، وبيعد عد تنازلي، ولما بيوصل لواحد بيقول الشيطان وصل خلاص. بتسمع صوت جاي من ناحية البدروم، فبتستخبى تحت الترابيزة، وبتلاقي مخلوق غريب واقف قدامها، فبتهرب منه وتنزم على البدروم على أمل تلاقي بنتها هناك. بتنزل السلم اللي بقى ملوش آخر، ولما بتوصل بتلاقي باب بيفتح على نفق طويل، بتمشي فيه وبتلاقي نفسها في الجحيم، وحوالينا ناس شكلهم ميتين. بتفضل تدور على بنتها، ولما بتلاقيها بتاخدها معاها عشان يهربوا. المخلوق بيجري وراهم، بس كيرا بتقدر تطلع بسرعة وتقفل باب البدروم وراها، ولما بتطلع بتلاقي بنتها فوق رجعت لوعيها، بتحضنها وبتلم كل حاجتها عشان تخرج من البيت. لكن بتتفاجئ لما تلاقي الكشاف اللي كانت وقعاه في الجحيم واقع قدامها تاني، ولما بتفتح باب البيت بتلاقي نفسها لسه جوه نفس البيت، وكأنهم ما خرجوش أصلاً. ساعتها بتفهم البيت كله اتسحب للجحيم، ومفيش أمل إنهم يخرجوا منه.